هذا شاب يعيش في مدينة قريبة من مدينة الرياض، يعني تبعد عن الرياض 150 كيلو تقريبا. الشاب هذا خلص المرحلة الثانوية وخلص الجامعة والحمد لله تخرج. جلس فترة ما لقى عمل، وتعرفون في المناطق أو المدن الصغيرة الأعمال أقل وفرة من المدن الكبيرة. فقرر هذا الشاب أنه يجي للرياض يبحث عن عمل، وهو وصلته أخبار أنه في قطاع معين أو في جهة معينة حكومية يعني مرموقة ورواتبها ممتازة فتحت المجال للالتحاق، فقال أروح أقدم فيها. كان يطمح لها تماما. طبعا في ناس من أهل مدينتهم يعرفهم شباب يشتغلون في الرياض فعندهم شقة، فكلمهم قال لهم يا جماعة الخير أنا بجي أقدم وكذا. قالوا له الله يحييك، إلى جيت تعال عندنا في الشقة. فعلا جاء صاحبنا وجاء عند الجماعة ذولا في الشقة، طبعا مع سيارة متواضعة ومعه مبلغ بسيط. جاء عندهم وسكن معهم، جلس معهم. اليوم الثاني راح يقدم على هذا القطاع أو هذه الجهة الحكومية. المشكلة أن اللي مقدمين على هذا القطاع كثير والأرقام الوظيفية المطلوبة قليلة. يقول لما رحت وشفت العالم اللي جايين يقدمون، بعدين جيت عند الموظف عشان أعطيها أوراقي. يقول أخذ أوراقي واستكملت الأوراق، الشهادة وما الشهادة وحسن السيرة والسلوك ويعني الأمور المطلوبة للتقديم. قال لي الموظف اسمع بقول لك شيء. قلت تفضل. قال ترى الوظيفة ذي مقدمين عليها ناس كثير والأرقام الوظيفية قليلة، فأنا أنصحك ما تأمل، يعني الأمل ضعيف جدا جدا، خصوصا أنكم تعرفون أنه بعض المتقدمين يكون عنده ناس يعرفهم، ناس يكلمهم، وساطات، فممكن أنك ما تحصل على هذه الوظيفة. فأنت احرص أنك تقدم في عدة جهات. فأحبطت لما قال لي كذا. قلت ما عند الله خير، وإن شاء الله أن الله يبي يرزقنا الخير والخيرية، وبقدم أنا عاد وأشوف. طلعت من عنده وأنا فاقد الأمل في موضوع أني أتعين في هذا القطاع اللي أنا أبيه واللي رواتبه وحوافزه ومناصبه ممتازة. ورجعت عند زملائي في شقتهم، ورحت اليوم الثاني لبعض القطاعات الثانية وقدمت عليها. ويوم قدمت وخلصت جيت عند أصحابي هذولا وقلت لهم يا جماعة الخير تراني اليوم أنا ماشي، فودي تحللوني وتبيحوني تسامحوني إن جاء مني قصور وانتم مسموحين. قالوا يا أخي ما جاء منك قصور، ما شاء الله عليك يا أخي، ما تقعد شوي؟ قال لا والله قدمت ولا لي حاجة في الرياض أقعد في الرياض. طلعت من عندهم، أخذت شنطتي طلعت من عندهم ورحت للسيارة. كلمت أخوي ما كان معي فلوس. كلمت أخوي قلت يا فلان أنا قدمت وكل شيء وناوي أجي، بس والله ما معي فلوس، تعرف مشوار الطريق، البنزين وما البنزين والأكل وكذا. قال كم تبي أحول لك؟ قال حول لي 200 ريال. قال أبشر الحين أحول لك 200. وحول له فعلا 200 ريال. صاحبنا هذا مشى بالسيارة راح يدور صرافة، الصراف الآلي، فوقف عند صرافة. الصرافة هذه عندها مجموعة من الناس يصرفون عليها مزحومة، وفي امرأة عجوز واقفة برا. فهو أول ما شاف المنظر قال يا أخي سبحان الله، هذول قاعدين يصرفون ولا شافوا المرأة العجوز دي ولا ساعدوها. نزل لأنه هو يبغى يصرف، نزل جاء عندها قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا يما وش فيك واقفة هنا، ما قدرتي تصرفين؟ قالت والله يا وليدي ما قدرت أصرف ولا أعرف أصرف، أنا معي البطاقة ومعي الرقم بس ما أعرف أصرف، أنا مرتي ضعيفة وعندي ظروف صعبة وانتظر الضمان الاجتماعي ينزل لي. الضمان الاجتماعي طبعا مال يصرف للفقراء من الدولة، فأنتظر أنه يصرف ولعله صرف لأني بحاجته مرة يا ولدي. قال أبشري يما أبشري، أشو عطني البطاقة أصرف لك. أخذ البطاقة وراح يدخل يصرف. لما وقف قدام الصراف الآلي ودخل بطاقة المرأة
العجوز هذه، ثم ضرب الرقم السري وإذا الرصيد فيه 0. طلع بطاقتها وحط بطاقته هو وصرف 200 ريال اللي معاه بس. ثم جاء عند العجوز وقال يا يمه أبشرت، هي قالت له اصرف لي 200. فقال الحمد لله، هي تبي 200 واللي عندي 200. قال يا يمه هذه فلوسك. قالت الله يجزاك خير يا ولدي، الله يفرج كربك، الله يرزقك خير الدنيا والآخرة، أسأل الله يسهل أمرك وينور دربك يا ولدي. يقول أنا أقول آمين آمين، الله يجزاك الجنة، الله يستجيب دعاتي يا يمه. ثم يقول أعطيتها بطاقتها وأعطيتها الفلوس وراحت. ثم أنا ركبت سيارتي، قلت أنا الحين ما معي فلوس، شلون أروح الديرة؟ مالي إلا أرجع للشقة. وفعلا شغل السيارة ورجع للشقة عند الشباب. دخل عليهم تفاجئوا فيه، السلام عليكم. عليكم السلام. وحي الله فلان، وش السالفة؟ قال والله جتني أخبار إن نتائج التقديم في القطاع المهم ذا اللي أنا قدمت عليه يقولون إنها خلال 2 3 تطلع النتائج، فقلت أقعد عندكم لعلها تطلع النتيجة وأنا موجود عندكم. هو قالها كذا عشان يدبر نفسه في الفلوس، لأنه عزيز نفس ما بيتسلف منهم. قال والله يحييك أبرك الساعات. يقول وأدخل عندهم وأقعد معهم أتقهوى. يقول اليوم الثاني يجيني اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام. فلان الفلاني؟ قلت نعم. قال معك القطاع الفلاني، القطاع اللي هو يبيه. قال نعم. قال أنت مقبول عندنا في القطاع، ألف مبروك. قلت معقول؟ قال لي معقول، أنا أمزح معك، معقول، ألف مبروك. أبيك تجينا بارك الله فيك علشان تكمل عندنا بعض الأوراق نبيها منك، تعال عشان تكملها لنا وبعدين نحدد لك الوقت اللي بتداوم فيه. يقول قلت الله يبشرك بالخير، أبشر أبشر أبشر. يقول صكيت منه السماعة وأبشر الشباب اللي في الشقة، طاروا من الفرح وفرحوا لي. يقول واتصل على أخوي، قلت له يا فلان أبشرك، طلع اسمي. قال ما شاء الله، ألف مبروك. قال بقول لك شيء. قال وشو؟ قال شفت 200 اللي أعطيتني أنت؟ قال لي. قال كنت برجع فيها وحصل معي الموقف الفلاني، وفيه مرة عجوز لعلها مستجابة دعوة هالمرة، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رفعت يديها ودعات لي يا أخوي، ثم قبلت من فضل الله سبحانه وتعالى، لعلها دور هالمرة. قال لي يا أخوي والصدقة، الصدقة الله يفتح عليك، موفق أنت يوم الله وفقك أنك تتصدق، لا وتتصدق بكل اللي معك يا أخوي، أبشر بالخير أبشر بالخير. الحين بحول لك مبلغ ثاني، الله يبيض وجهك. يقول وأسكر من أخوي وأروح اليوم الثاني للجماعة في هذا القطاع اللي أنا توظفت فيه، السلام عليكم. عليكم السلام. وراهم يستقبلوني بالابتسامات، حياك الله وألف مبروك انضمامك معنا. قلت الله يحييكم ويبارك فيكم. طيب المطلوب منك الأوراق الفلانية، روح لفلان وروح لفلان وروح لفلان. يقول المهم بذاك اليوم رحت وزينت وضبطت وزينت أوراقي كلها، ويوم انتهيت قالوا لي خلاص الله يحفظك، الآن بعد أسبوعين في التاريخ الفلاني تداوم عندنا. يقول ودعتهم الله ومشيت ورجعت لأصحابي في الشقة وشكرتهم على حسن الضيافة وتحللت منهم، ثم ركبت سيارتي ومعي مبلغ حوله لي أخوي، ورحت ورجعت لأهلي وقعدت عند أهلي أسبوعين، وبعدها رجعت وداومت في هذا القطاع، وبارك لي الله فيه، وبشركم أموري طيبة وأنا من حسن إلى أحسن فيه، وتوفيق من الله أني انضممت لهذه الجهة أو هذه المؤسسة أو هذا القطاع. تعليقاتكم أنتم على فعل هذا الشاب الصغير اللي فكر بهذا التفكير الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.